البقرة ماتت وهي بتولد، الحملة ماتت وهي بتولد، الفرخة ماتت وهي بتبيض، ما عادش عارفين نروح فين، حتى الحمار ما عادش ناقصاه ياكل. مالك يا حاج محمد؟ ازيك يا حاج حسين؟ مالك يا معلم عامل ايه؟ عيش يا هم، انا ليه تعبت يا عم مالك؟ ايه اللي حسين، انت والله كاتبه؟ تعبت يا عم حسين. ايه اللي انت كاتب على اليافطه ده؟ زي ما انت شايف، زي ما انتوا شايفين يا اهل البلد، يا اهل ده انت القرية. بتبيع الحمار كده يا حاج؟ ببيع الحمار، هعمل ايه؟ منين؟ ببيع. منين يعني؟ نبيع الحمار والحمار شوفها كاسر بس كام. اللي شايف الحمار حلو يعني. شوفها واتفرج عليه يابا اهو. اتفرج كام شوف. يعني؟ انت بتجهي عربيه يابا من لك ماشي بيها ولا؟ لا بس الواحد يشوفه برضه عشان هو يابا ولا كاسر انت كارونا بتقول ولا كل حاجه بتفطس عندك، يمكن اخدها يفطس. لا ولا فاطس ولا اي حاجه فيه، بس زي ما انت شايف كده هتمسك الدعايه كده وماشي بها طول النهار. هو دول المطلوب، الدنيا هي الدنيا كده. منين؟ الحسد مسكنا والفجر مسكنا وكل حاجه بقى، حتى بقى النوق في الحمير بقى ننوج عليه. زي ما انت شايف. لا انا صاحب الحمار عندي 75 سنه، والحمار كاسر 62 سنه. طب انا لازمني الحمار ده. ماشي اتفرج. عاجبك الحمار؟ عجبني. ولا كاسر كورونا ولا كاسر مرشدي حد؟ يعجبني. هيجي زي القنبله وانت ورزقك. اتكل على الله يا عم، اتكل على الله، وانا همشي باليافطه وهي الدنيا هتيجي عليا زي بعض. ماشي. يلا اتكل على الله يابا، ربنا يرزقك ويحنن عليك يابا. يا رب يا رب افرجها ونبيع البيت.